كان في شاب اسمه ياسين، كان عنده صاحب عمره اسمه كريم. الاتنين دول مش بس اصحاب، لا، كانوا كل حاجه لبعض. من ابتدائي وصلوا اعدادي لحد الثانوي، ضحك، اسرار، هزار، مذاكره، كل حاجه كانت سوا. بس زي اي صحاب، في يوم حصل خلاف. ما كانتش خناقه كبيره ولا حاجه، بس كانت كلمه زادت عن حدها، وبعدها حصل صمت كبير جدا. الاتنين سكتوا، كل واحد فيهم استنى اللي يكلم التاني. كريم استنى ياسين اللي يكلمه، وياسين استنى كريم ان هو يبدا. ولا واحد فيهم حب يكسر كبرياءه. الايام عدت والسنين زادت، كل لما يتقابلوا في مكان يسيبوا بعض ويمشوا، ولا كانهم كانوا يعرفوا بعض من الاسامي. ياسين قرر في يوم ان هو يفتح الشات القديم اللي بينهم. هو قاعد بيتفرج على الصور وبص على الصور، كان دايما بيبتسم وبيضحك، لان كانت برضه زي ما اتفقنا ان هم كانوا صحاب جدا، كانوا صحاب بيهزروا مع بعض وكل حاجه كانت سوا. وفجاه سكت وقرر يكتب له جمله. كتب له بقى: انا اسف، يمكن اكون انا غلط، بس انت وحشني. وفجأة سكت وما بعتش الجملة. قال لا، أنا هبعتها بعدين لما أبقى أهدى، وسابها في المسودة. في يوم عادي جدا ياسين سمع إن كريم عمل حادثة. الدنيا بقت بطيئة جدا، وكانت كل حاجة مقفلة في وشه. ما كانش سامع حاجة غير صوت قلبه. وجاء على الموبايل بسرعة وفتح الشات اللي كان ما بينهم. لقى رسالة مكتوبة في المسودات، وكان فاكر إن هو قال هبعتها بعدين. ياسين جرى على المستشفى ووقف قدام الأوضة. كان ماسك الموبايل في ايده وعينه على الباب، وكان مستني كريم يطلع عشان يقول له كل حاجة من غير ولا رسايل ولا شيء. بس المشكلة انه اتأخر. خرج الدكتور من جوه، وبنظرة واحدة ياسين فهم كل حاجة. في الوقت ده ياسين ما كانش بيعيط، بس كان جواه حاجة اتكسرت. مسك الموبايل تاني وشاف الرسالة، والمرة دي عمل رسالة. الرسالة اتبعتت وكله تمام، بس في الموقف ده محدش هيقراها. مش كل فرصة بتستنى، ومش كل زعل يستاهل الكلام. لو في كلام جواك لحد، ما تستناش اللحظة المناسبة، قوله دلوقتي، قوله في أي وقت، لأن في رسائل لما تتأخر بيبقى ملهاش معنى. سلام.